الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم وجوهكم عن النار يا رب العالمين، وأسأله أن يبلغكم رمضان وأن يجعلكم فيه من عتقائه من النيران. واللهم ارحم كل نفس ما أدركت رمضان، واشف كل مريض يا رحمن، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واجعلنا في ذاك الشهر من الفائزين يا أكرم الأكرمين. أحبابي، سؤال أسأله قبل الحديث عن رمضان: هل رفع رمضان في العام الماضي لكم أم لا؟ الجميع قد صام، والجميع قد قام، والجميع معاشر الأحباب قد تقرب لله في العام الماضي بأعمال، لكن للأسف أن بعض الناس لم ترفع أعماله إلى هذه الساعة، وما استفاد من رمضان في العام الماضي لأن بطنه صام أما قلبه ما صام. وذلك المراد به الآثام التي في القلوب من القطيعة، الهجر، ترك السلام على الناس، وجود القلب وقد امتلأ غل وتدابر، ما يسلم على فلان، وهاجر فلان، وله سنة ما راح لفلان. وهذه المصائب تجعل رمضان يحترق ولا يستفيد الصائم من صيامه. أكبر مصيبة في الحياة أن تأتي مواسم الجنة لنا وقد مات غيرنا، ونحمد الله، وبعد يومين بنقول الشهر مبارك. أي مبارك؟ أي مبارك وأنت في العام الماضي ما رفع صيامك، لأن بينك وبين ولد عمك مشكلة، وبينك وبين أخوك قضية، وبينك وبين الجار وقفة نفس. أي مبارك هذا ورمضان يصوم فيه الصغار قبل الكبار. الصيام ليس صيام البطون، الصغار ترى أفضل. ما تلاحظون الصغار إذا تطاقوا وتهاوشوا وتضاربوا الصباح يصلحون قبل الظهر، وإن يا الكبار يبينا 7 سنين على الأقل حسن نصلح. ولذلك قلوب الصغار أفضل من قلوب الكبار. أحباب، الاستقامة ليست أن تكون مصليا فقط، ولا أن تكون صائم فقط، ولا أن تكون تالي للقرآن فقط. الاستقامة الحقة أن لا يكون في قلبك على مسلم غل، لأن لو فيه غل ما يرفع فوق رأسك ولا تتجاوز صلاتك ولا طاعاتك أذنيك. ولذلك سمى الحبيب الحالقة البغضاء، أي بغض في قلبك يتجاوز 3 أيام ما ترفع صلاتك. قال إياكم قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. تحلق الدين. ومن هجر مسلما فوق 3 أيام، اسمع يا أبو 3 سنين و3 أشهر، من هجر مسلما فوق 3 أيام فمات دخل النار، الحديث صحيح. ومن هجر مسلما فوق 1 سنة فهو كسفك دمه، كأنه قاتل لولد عمه ولا أخوه ولا جاره، إذا كان 1 سنة ما يسلم عليه. أحبابي، رمضان ليس شهر الجوع، شهر التقوى، والتقوى ما هي في البطن، التقوى في القلب. قال لعلكم تتقون، ما قال لعلكم تعطشون. ليس الله في غنى عن صيام من كان في قلبه غل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك شهر شعبان باقي فيه أسبوع، وأنا طالبك طلبة، باقي أسبوع ويغلق الباب ويفتح رمضان. تدري الأسبوع هذا ما به؟ هذا هو شهر رفع الأعمال. حبيبنا يقول عن شعبان إنه شهر الأعمال، يعني أعمال السنة كلها ترفع في شعبان. ولن ترفع أعمال متقاطعين ولا متهاجرين ولا متشاحنين. تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أحبابي، قبل المقاضي لرمضان
وقبل ما نصلح المكيفات، وقبل ما نقضي للعيد، وقبل ما يكون بعضنا شايل هم رمضان وذبيحة رمضان ومقاضي رمضان وينتهي وينتظر يوم 25 في شعبان، قبل هذا يا أخي صلح قلبك جعلك في الجنة، قبل ما تصلح المكيف، وقبل ما تأتي بمقاضي رمضان، أطهر قلبك، صل رحمك، صل من هجرت. ولا تقول هو المخطي، أنت مخطي، لأنك مهما بلغت جريمة ابن عمك وأخوك وغيره يبقى أنك مخطي إذا تجاوزت 3 أيام ما سلمت عليه. لك حق خذه في المحكمة، لكن يبقى أخوة الإسلام أعظم من حقك الذي بينك وبينه. قال الحبيب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هي 3 أيام بعدها تغلق الأبواب. لا تقول لي أنا مطوع ولا مبتر ولا شايب ولا صغير، هي الأعمال ما ترفع إلا للقلوب الطاهرة المخمومة. قال الحبيب: أفضل الناس مخموم القلب طهور صدوق اللسان. مخموم القلب اللي ما في قلبه أي غل على مؤمن، يقول هو اللي يخطأ، هو اللي فعل، ولو كان. اسمع، عرض محمد بن عبد الله قذف بأبي هو وأمي، ورضي الله عن أمي وأمك عائشة، ومع ذلك قال الله عن قاذفها: وليعفوا وليصفحوا. يا أخي ما في مشكلة أعظم من عرض محمد، وأمر الله بالصلح وأمر بالعفو وقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وش المشكلة اللي عندك اللي أعظم من عرض محمد بن عبد الله؟ ألا حياء من الله. أحبابي جعلكم في الجنة، الله يبلغكم الجنة ورياض الجنة وشهر الجنة. يا أخوان، الصيام صيام قلب، ما هو بصيام بطن. القضية أن قلبك لا يكون في أحد من الناس غل. هي 3 أيام. أنت أخبرني، من متى ما تسلم على ولد عمك؟ من 3 سنين؟ من 3 سنين ما رفع لك صيام رمضان. والله إن بعض المسلمين الآن يدخل في شهر رمضان القادم ورمضان الماضي والله ما بعد رفع إلى الآن. يا أخوان ارحموا أنفسكم. الغل اللي في القلب هذا طلعه، رح طق الباب عليه وسلم، ولو كل كبير ولو هو الصغير ولو هو المخطي ولو كل مجدي. يبقى قضية أن الله جل وعلا إذا رأى العبد يصفح عن الخلق عفى عنه ومد في أجله وأصلح ذريته ما تريد طول العمر على الطاعة؟ ألا تريد وفرة المال؟ ألا تريد صلاح الذرية؟ بل إن بعضنا يقطع الرحم والله قد حكم على القاطع أن يقطعه، بل حكم على القاطع أن يلعنه. أعوذ بالله. كيف يبات الليلة واحد والله قال في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. المفسدين في الأرض ما هم قطاع الطرق بس ولا مروجين المخدرات، بل والله معهم قطاع الرحم، لأن الله في القرآن ما لعن قطاع الطرق وما لعن السراق اللي يسرقون، ما لعنهم مع أنها تقطع إيديهم، لكن لعن قاطع الرحم في القرآن، لعنه. فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، أجارني الله وإياكم من لعنته.